هل فعلا الادوات والتقنيات اللي موجوده في شركتك بتستخدمها وبتخدم اهدافك ولا مجرد استثمار بدون وعي؟ في زمن التحول الرقمي الكل بيجري وراء احدث الادوات والتقنيات، بس هل فعلا الادوات دي بتساعدك وبتكون جزء من تحقيق خطتك الاستراتيجيه؟ معظم المؤسسات والشركات عندها تراخيص مايكروسوفت 365 تكنولوجي، وبتكون اوريدي دافعه مبالغ ضخمه جدا في اللايسنس دي، وبيكون داخل اللايسنس ديت موجود بعض التكنولوجي القويه جدا اللي تقدر تعمل بيها حاجات كتيره جدا في الشركه، زي الشير بوينت والباور بي اي والباور اوتوميت والباور ابس، واخيرا الكوبايلوت، وطبعا اللي بنعمل منه الاي اي ايجنت. وبيكون في الشركه فريق تقني قوي جدا ومحترف، لكن لما تيجي تشوف على ارض الواقع ما تلاقيش نتائج ملموسه باستخدام التكنولوجيا دي. معظم الشركات اللي عندها التكنولوجيا او مايكروسوفت 365 بتستخدم تكنولوجيا محدوده جدا فيها، ومعظمهم بيشتريها علشان حاجات محدده زي الويندوز والاوفيس، وبيستخدموا الايميل والوان درايف والمايكروسوفت تيمز، وبعض الشركات بتستخدم الشير بوينت عشان تحط عليه بعض الملفات. انا عارف وانت بتسمعني دلوقتي بتقول لي ايوه انا فعلا الشخص ده، وفعلا انا ما بستخدمش الا شويه التكنولوجيز دي بس حابب اطمنك انت مش لوحدك. في دراسه من شركه جارتنر سنه 2024 عملتها على 1560 شركه حول العالم، بيقول فيها ان 82% من الشركات اللي عملت عليها الدراسه اتفاجئت اصلا ان عندها الادوات والتقنيات دي، يعني اصلا ما كانش تعرف، هي جاست بتستخدمها عشان الايميل والوان درايف وتيمز، وما تعرفش اي حاجه عنها وما بتعرفش اصلا بتعمل ايه. هنا بيجي دور شركه ديجيتايز فلو. احنا مش بس بنعرفك ايه الادوات والتكنولوجيا اللي عندك، لا كمان احنا بنقدر نساعدك ازاي تستخدمها وازاي نربط الادوات والتقنيات دي باهدافك وخطتك الاستراتيجيه علشان تشوف نتائج حقيقيه على ارض الواقع. تواصل معنا دلوقتي واحجز استشاره مجانيه معانا، هندخل معاك ونعرفك ايه التكنولوجي والادوات اللي موجوده وازاي تقدر تستغلها افضل استغلال وتكون في نتائج ملموسه على ارض الواقع.